الدكتور اول ما بتوطي المريض المسجونه بتحط مخدر في جسمها، والدكتوره بتغمى عليها بسرعه، وكانت رايحه تقوم بس بتسمع صوت الظابط جاي وبترجع مكانها بسرعه، وبيدخل الظابط وبيحط سم في المحاليل بتاعتها عشان يتخلص منها والبنت ما تعترفش عليه. واول ما بيمشي البنت بتشيل المحاليل بسرعه من جسمها، والكلبشات بتكون ماسكه في ايديها وفي السرير، وبتحط ميه على الكلبشات وبتفضل تشد جامد لحد ما بتقدر تشيل الكلبشات من ايديها، وبتشد بقى الممرضه وبتقدر انها تاخد الهدوم بتاعتها عشان تعرف تهرب من المستشفى. وهي بتهرب اللواء بتشوفها بتحاول تهرب وبتبلغ البوليس بسرعه، وبتروح تاخد بنتها من عربيه البوليس عشان محجوزه، بس اول ما بتلف وشها بتلاقي الظابط اللي حاول يسممها وبيقول لها برضه مش هتعرفي تهربي مني. واول ما بتيجي اللواء البنت بتقرر تقول لها الحقيقه، والبنت بتقول لها في الاول انا كنت ظابط معاهم، وفي يوم مديري حاول يعتدي عليا بس انا رفضت، حتى زميلي كان واقف براه وما رضيش يعمل اي حاجه ويساعدني، لا ده كان واقف معاه. وبعد ما خرجت رحت عشان ارجع الكاميرا وحبسوه، بس زميلي شافني وانا باخد التسجيلات وقال لمديري لحد ما حبسوني ظلم وعملوا لي قضيه مش بتاعتي. واللي هو بتقول لها انا رجعت الكاميرا وشفت كل حاجه بعيني، وبتخلي القوه تقبض على المستشار هو والولاد اللي معاه.